السلام عليكم يا حلوين، كل عام وانتم بألف خير. اليوم أول أيام عيد الفطر المبارك، راح أسوي لكم كليشة كلش مقاديرها حلوة وبسيطة وكلش هشة. وياكم أم حسوني من مطبخ سفرة عراقية. تابعوا هاي الوصفة وياي وراح أبد إذا تجربوها بعد أبد ما تعوفون هاي الوصفة. هنا عندي كيلو من الطحين، خليت عليه ملح، رشة ملح. وهنا عندي الدهن، هنا ما استعمل لا زبد ولا زيت، استعمل الدهن. نص كيلو يعني كيلو طحين، نص الكمية دهن. هذا المقدار راح يعطيك كليشة كلش هشة وطرية وطعم كلش طيب. أني هسه راح أخلطها، بس خليت لها الملح والدهن وراح هيك أفركثها بإيدي على مود يتداخل الدهن بكل ذرة من الطحين. نظل هيك نسوي بيه، بهاي الخطوة كلش مهمة. هنا عندي التمر نخليه على حرارة كلش بسيطة، راح نخلي عليه خاشوقتين من الدهن. هذا الدهن جنة اللي استعمله، يعطينا بنكهة الزبد. خاشوقتين خليته على التمر. وهنا عندي الهيل المطحون استعملت وياه. وهنا عندي جوز مكسرته وخلته، هنا متطعم همينه. واذا تردين بس جوز وحده تخلي له، هاي الحشوات تبقى يمك انتي حسب اللي تفضلي. وهنا عندي المي 400 ملم، الكل كيلو طحين 400 ملم من المي، يطلع كوب ونص. خليت عليه خاشوقة واحدة من الخمرة وخاشوقتين من الشكر. وهنا عندي هاي الشيرة خليت عليه خاشوقتين. هاي كلها المواد سوا أخليها على المي وأخلطها زين. هاي الذوب أظل أخلط بها الذوب، الشكر والخمرة زين. وراح نعجن بها الطحين والدهن اللي فركثناه سوا منعوفة. من راح نعجنه هسه؟ هاي عندي هنا المحلب مطحون، يعطيش طعمها كلش طيب للعجينة، خليت وياه قبل العجن. وهنا بيكنج باودر نص باكيت كلش كافي من البيكنج باودر. هاي راح يساعد الكليشة تصير خفيفة وهشة. أخلطهن كلهن سوا، يتجانسن مواد. هناك اكو هواية طرق لعمل الكليشة، انتي شوفي، اذا جربيها، اذا عجبتك هاي الطريقة ظل استمر عليها وكتبي لي بالتعليقات ورا ما تسويها وتعجبك. نادرت هاي الكمية مال المي اللي سويته. وشوفوا طريقتي ما اعجن بيها عجن الكليشة، لا هيجي اظل ابسه بايدي الى ان شوف شلون صارت كلش عجينة طرية وحلوة. هاي ما راح اعوفها ان تتخمر. هنا التمر عندي من بعد ما خلطت المواد سوا، كورت الكرات دعابل صغار وحشيت بيه العجينة. هنا اما تستعملين قالب عندك او بلا قالب، الكليشة ترهم بكيفك، بلا قالب وتسويها بالشوكة أو أي قالب عندك. أنا استعملت هذا القالب، يعطي شكل كلش حلو. هاي من بعد ما شويناها، شوفوا شلون طلع لونها كلش ذهبي وكلش مشهي وحلو، ويبيض وجهك للخطار اللي يجوك أول يوم العيد. أبد ما تفشلك هاي المواد. ولا تنسين اللايك والاشتراك على قناتي باليوتيوب. ومحسوني وياكم، كل عام وانتم بألف خير.